5 خطوات عشان تبقى من الأغنياء. زي أي لعبة لازم في لعبة الفلوس يكون في قوانين علشان تكسب، والفوز في لعبة الفلوس مش سهل. لازم يكون عندك فهم عميق قوي لقوانين وأسرار الفلوس. الخطوة الأولى، ابدأ في بناء دخل سلبي. بناء دخل سلبي جنبا إلى جنب مع دخلك الأساسي هو من أحسن الطرق اللي هتساعدك تحقق حريتك المالية وترفع من قيمة استثماراتك، وبالتالي تنمية أموالك بأضعاف مضاعفة. الدخل السلبي ده نوع من انواع الدخل اللي مش بيتطلب منك بذل جهد ووقت مستمرين عشان تكسب منه. يعني بعد ما تبذل الجهد والوقت في الاول علشان تبني دخل سلبي، المصدر ده هيستمر في امدادك بالمكاسب المالية بشكل دوري من غير ما تتعب. في مجموعة من الطرق اللي ممكن تعتمد عليها عشان تبني دخل سلبي، زي انشاء مدونة او قناة يوتيوب او تأسيس مشروع تجاري صغير او بيع المنتجات الرقمية. الخطوة الثانية، اعرف قيمة فلوسك. التوفير معناه انك تحط على جنب جزء من دخلك كل شهر. التوفير ده مهم عشان تأمن مستقبلك المالي وتقدر تواجه اي مفاجآت مالية غير متوقعة. الخطوة الرابعة، استثمر فلوسك. بعد ما توفر فلوسك لازم تبدأ في استثمارها. الاستثمار معناه انك تستثمر فلوسك في اصول يمكنها ان هي تزيد من قيمتها بمرور الوقت. الاستثمار هو اهم خطوة عشان تحقق الثراء، لكن لازم تستثمر فلوسك بذكاء وحرص عشان تحميها من الخسارة. الخطوة الخامسة والاخيرة، طور من نفسك. اخر خطوة عشان تبقى من الاغنياء هي انك تطور نفسك، يعني انك تنمي مهاراتك وخبراتك في مجال عملك او اي مجال تاني انت مهتم بيه. التطوير الذاتي مهم عشان تقدر تحقق اهدافك المهنية والمالية. ودول كانوا 5 خطوات علشان تبقى من الاغنياء. طبعا ده مش كل اللي محتاجه عشان تحقق الثراء، لكن ده اساس الطريق. اتمنى انك تكون استفدت من النصيحة.